قبل ما نبدأ حكايتنا لازم تعرفوا إن أحداث فيلمنا مقتبس عن قصة حقيقية حدثت بالفعل، وقصتنا بتبتدي في مدينة نيويورك سنة 1914، وبنشوف بنوتة صغيرة عندها حمى شديدة، وأختها بتقول لها مش ماما قالتلك ما تتحركيش من على السرير؟ وأمها ساعتها بتدخل عليهم وبتقول لبنتها ميج انزلي هاتلها كمادات بسرعة، والبنت اللي عندها الحمى بتقول لأمها أنا شفت دخان أسود كتير، وأمها بترد عليها وبتقول لها ده علشان في سفينة اتحرقت على المينا وبنات كتير ماتوا هناك، والبنت ساعتها بتسألها اشمعنى يعني بنات كتير هما اللي ماتوا، فكان رد أمها ساعتها إنهم ما كانوش يعرفوا يعوموا. وبعد كده بنشوف دكتور وهو بيتكلم مع الأم والأب وإخواتها الصغيرين واقفين، وبيقول لهم هي عندها حصبة شديدة جدا، ومع إن ترودي بنت قوية لكن مش أقوى من الحصبة، وإن آخر يوم ليها هيكون الليلة دي. وفي الوقت ده بنشوف الأم والأب قاعدين في حالة من الحزن مستنيين الخبر المشؤوم، وفي وسط حزنهم بيتفاجئوا إن ترودي تنزل السلم وتقول لهم أنا معرفتش أنام كويس وجعانة قوي، ودي حاجة طبعا فرحت مامتها وباباها وإخواتها وكلهم راحوا يحضنوها. وبعد كده بنشوف ترودي وأبوها وأمها في النادي، وساعتها ترودي بتقول لأبوها إنها عايزة تتعلم السباحة، وأبوها ساعتها بيقول لها أنت ليه مصممة تتعلمي السباحة؟ فردت عليه وقالت له علشان مش عايز تخليني أتعلم ولا كرة المضرب ولا الملاكمة ولا أي حاجة. وأبوها ساعتها بيقول لها وطي صوتك عيب تقولي إنك عايزة تتعلمي الملاكمة. هي ساعتها بترد عليه وبتقول له إنه اللي يلف حوالين الرصيف البحري بيكسب سوسيس مجاني. وأبوها ساعتها بيقول لها إن السباحة حوالين المينا حاجة ما بتليقش بالبنات الصغيرة، وبيقول لها كمان إن الدكتور قال إن المية ممكن تأذي ودانك وإنتي مش ناقصة. وفي الآخر بيديها 5 قروش علشان تشتري سوسيس، وكان ردها ساعتها إنها عايزة تكسبه مش عايزة تشتريه. بعد كده بنشوف ترودي ماسكة جيتار وبتغني عليه وعاملة إزعاج صبح وليل لكل اللي حواليها، لحد ما أبوها خلاص بقى مش قادر ولا عارف ينام بسببها، وبيقرر في الآخر إنه يحقق أمنيتها ويعلمها السباحة. وعشان ترودي كان عندها مشكلة الحصبة فهو خاف يعلمها في حمام سباحة، قرر يعلمها في البحر ويأمنها ويربط حبل حوالين وسطها، ترودي تجري على البحر وتاخد غطس فيه. ولما تطلع نشوف ترودي كبرت خلاص وهي لسه بتعوم في البحر مع ميج أختها. وبعدين بيروحوا على النادي وبيتفرجوا على الشباب في مسابقة سباحة، وترودي بتقول لميج انتي لو نزلتي في السباحة قصادهم هتكسبيهم. والمدرب ساعتها بيسمعهم وبيتريق عليهم وبيقول لهم انتوا شكلكوا اخركوا تعوموا زي الكلاب. وده لسوء الحظ على دخلة امهم واللي بتهزق المدرب وبتسكته. ولما بيروحوا البيت الام بتقول للاب انا هخلي البنات ينضموا لفريق سباحة علشان يتسابقوا مع بنات تانية. والأب يبقى مستغرب من الكلام ويفتكر إن قصدها كان على ابنهم هنري، لكن الأم بتأكد كلامها إن قصدها ميج وترودي، لكنه من المفاجأة قعد يضحك وبيبقى مش مصدق وبيقول لها لما نشوف. بعد كده بنشوف الأم بتاخد ميج وترودي على نادي مختص بتعليم البنات السباحة، وفيه بتقابل صاحبة المكان واللي اسمها أبي. ولما أبي بتجرب ميج وترودي بتعجب جدا بسباحة ميج أكتر من ترودي، لكن الأم في الآخر بتقنع أبي إنها تاخد ترودي تعلمها. وفي الاخر بتقول لها خلاص لو هقبل ترودي يبقى تساعد انها تحط الفحم في الفرن ووزن الشوال 30 كيلو فهتتعب معانا، لكن الام بتقول لها مفيش مشكله خالص ترودي قدها وقدود. وتاني حاجه ابي قالتها لها احنا على اتفاقنا بس انا باخد 2 دولار في الاسبوع، والام ساعتها برضو بتقول لها بكل ثقه ان مفيش مشكله. لكن لما بترجع على البيت وبتتكلم مع جوزها بيقول لها 2 دولار كتير قوي وانا اصلا بحوش الفلوس علشان عايزه اشتري تليفون. ولما بتحس بناحيته باللامبالاه بتقعد على مكنه الخياطه وتشتغل عليها وتقول له مادام مش ناوي تدفع انا هتصرف. وبتمر الايام وبنشوف ميج تتعلم السباحه وترودي شغاله شيل وحط في الفحم، وفي شله بنات بتيجي تتنمر على ترودي وتتريق على شكلها، وترودي ساعتها ما بتعرفش ترد عليهم، لكن ميج بتلمحهم من بعيد وبتروح على البنات علشان تحذرهم انهم يقربوا من اختها تاني. وابي في الوقت ده بتقول لترودي ليه ما دفعتيش عن نفسك، وترودي بتقول لها علشان انتي مش عايزه تديني فرصه في اني اعوم. وده اللي خلى ابي تستغرب وتفكر في الموضوع شويه، وساعتها بتقول للبنات كلهم احنا هنجرب مع بعض مسابقه جديده، وهي ان كل البنات هتتسابق مع بعض واللي هتخسر هي اللي هتشتغل على الفرن. مع ان ترودي خسرت برضه بس هي المره دي عندها امل ومش متضايقه وبتتمرن كمان اكتر لوحدها في البحر، لحد ما بيجي يوم واخيرا بتكسب فيه ترودي وواحده غيرها هي اللي بتشتغل على الفرن. وبعدين بنشوفها وهي بتتفرج على فيلم في السينما بيتكلم عن السباح ويليام واللي قدر انه يعدي بحر المانش واللي يعتبر واحد من اعنف البحار في العالم، وكمان في ناس بتوصفه انه مقبره لسباحين كتير من الرجاله. والسباح ويليام قدر يعديه في 22 ساعه و35 دقيقه فقط، وكل الناس في قاعه السينما مستغربين انه قدر يقعد الوقت ده كله، لكن دي حاجه شدت انتباه ترودي. بعد كده بتيجي فرصه ليها لما بتقوم مسابقه بين بنات امريكا واستراليا في السباحه،
السباحة. لكن للأسف لما المسابقة بتبتدي ترودي رجليها بتتزحلق شوية وده أخرها كتير في السباحة، وتبقى المنافسة أكتر بين أختها ميج وسباحة أسترالية. لكن المفاجأة بتحصل لما على نهاية الشوط الثالث ترودي تسبق كل البنات وتبقى الأولى، ودي حاجة تفاجئ أمها اللي واقفة تتفرج وتتفاجئ حتى أبي المدربة. وبالفعل ترودي بتكسب السباق واسمها بينزل في الجورنال، وبنشوف ترودي مع الوقت وهي بتكسر كل الأرقام القياسية وبتكسب سباق ورا سباق، وبتبقى مشهورة بإنها أسرع سباحة وبتكسر حتى الرقم العالمي وبتبقى المركز الأول في كل حاجة. لكن علشان أبوها راجل تقليدي بيبقى عايز يجوزها جوازة صالونات، وبيجيب لها واحد ألماني شغال على العربية بتبيع المكسرات. لكن ترودي ومساعدة ميج بيعملوا فيه مقلب وبيطفشوه. لكن بعد كده بنشوف واحد اسمه جيمس سيليفان بيدخل على أبوها في شغله في محل الجزارة، وبيقول له إنه من الاتحاد الأمريكي الأولمبي وعايزين بنتك ترودي تشارك معانا في أولمبياد باريس، واللي لو فازت هتاخد 4 ميداليات ذهبية. ولما ترودي سألته عن ميج قال لها للأسف الأماكن محدودة، ودي حاجة زعلت ميج وترودي جدا. بعد كده بنلاحظ إن ميج بدأت تعمل حاجات غريبة، وبنشوفها وهي راجعة في نص الليل وأبوها بيتخانق معاها وهي بتسيب البيت وبتمشي، بس ترودي بتجري وراها وبتقول لها أنا هكلم مدير الأولمبيات وهاخدك معايا. لكن ميج بصت لها وهي متضايقة وقالت لها افهمي بقى أنا مش هينفع علشان هم أصلا مش عايزيني، وبتسيبها وتمشي. بعد كده بنشوف ترودي بتقابل فريق السباحة وبتقابل جابس وولف مدرب الفريق، واللي بيديهم شوية إرشادات قبل السفر. وترودي ساعتها بتركب السفينة اللي رايحة على باريس وأهلها يودعوها. وبعد ما يعدي أسبوع وهم في البحر البنات راحوا للمدرب وهم متضايقين وبيقولوا له إن هم مش بيتدربوا وباقي فرق الرجالة بتتدرب عادي. وجابس ساعتها بيقول لهم إنه بيعمل كده علشان خايف عليهم من التدريب والرجالة موجودة، وإنه كده يعني بيعمل لمصلحته. ولما بيوصلوا بنشوف بداية مسابقة الأولمبياد في 1924. ترودي بتبقى نتائجها مش كويسة خالص وما بتكسبش أي ميداليات وبترجع على بلدها وهي محطمة. ولما بتدخل البيت بتقابل هنري أخوها، وبعد ما بيرحب بيها بيقول لها هي المسابقة الجاية إمتى، وترودي ساعتها بترد عليه وبتقول له مفيش مسابقات جاية علشان محدش مهتم بسباحة النساء وبقى مفيش ولا تمويل ولا مدربين، فخلاص هرجع للجزيرة تاني. وهنري ساعتها بيقول لها طب كويس علشان تحضري جوازة ميج، وده اللي بيخليها تتفاجئ علشان ما كانتش عارفة، وبتجري على طول على ميج في محل الجزارة وبتقول لها مبروك. لكن ترودي ساعتها بتبقى مفكرة انها هتتجوز اللي كانت بتحبه، بس هي بتقول لها لا انا هتجوز واحد شغال جزار زينا. ولما بتقول لها ازاي وليه، ميج بتقول لها علشان احنا في مجتمع مش متقبلنا ولا شايفنا. ترودي ساعتها بتحس بالذنب وبتقول لها يمكن لو كنت كسبت كان ده ما حصلش، بس ميج بتقول لها كسبتي او خسرتي ما كانتش هتفرق علشان محدش هنا مهتم باي حاجه انت بتعمليها. وترودي بعدها بترجع تشتغل في المحل بس بتلاقي بنات صغيره بيدخلوا عليها، وواحده فيهم بتقول لها انا حبيت السباحه بسببك، وانها بتشوفها بطلتها. وترودي بتبقى فرحانه بالكلام ده. بعدين بنشوف زحمه على شط البحر، ولما بتروح علشان تعرف فيه ايه بتلاقي واحد بيعلن ان اسطوره البحار واللي عدى بحر المانش بيل بيرجز موجود، ولما بتبص في عينه بتبقى مبسوطه وبتضحك على منظره. بعد كده بنشوف ميج وهي بتتجوز، وترودي بتشوف في السينما ان في جايزه $1000 للي هيقدر يعدي بحر المانش، والفكره بتكبر في دماغها. ولما اتكلمت مع اختها عشان تاخد رايها اختها شجعتها وقالت لها انك تقدري تعمليها. ولما راحت على ابي مدربتها علشان تسالها وتاخد رايها قالت لها انه خطر ومش سهل، بس ترودي بتقول لها انا مستعده. لكن رد ابي ساعتها ان العالم لسه مش مستعد، ولو حصل لك اي اذى هتبقى مشكله كبيره لينا كلنا. بس رودي في الاخر بتقول لها انها هتقدر. ولما بترجع على البيت بتقول لاهلها انها قررت تعدي بحر المانش، وابوها بيرفض، لكن هي في الاخر بتقول له انا ما كنتش باخد الاذن، انا كنت بعرفكم بس. ودي حاجه طبعا تخلي ابوها وامها مصدومين. وتاني يوم ابي بتاخد ترودي ويروحوا على مستر جيمس سوليفان اللي بينظم الالعاب الاولمبيه. ولما ابي بتقول له على الفكره وانها محتاجه منه يمول سباحه ترودي للمانش بيرفض ويقول لها دي لسه خسرانه في الاولمبياد وما عملتش حاجه. وابي بترد عليه وبتقول له علشان انتم ما كنتوش بتدربوها فهي خسرت بسببكم. لكن سوليفان بيقول لهم هتقدري تعومي في بحر بطول 34 كيلو متر وسط امواج عاليه واناديل بحر واسماك قرش. وترودي تقول له انها مش خايفه، بس جيمس يقول لهم انه شايف انها ممكن تموت وده هيعمل دعايه سلبيه. وبيقول لهم اسيبكم بقى علشان هروح احضر عيد ميلاد امي ال 88 في مطعم على البحر في نيوجيرسي. وساعتها ترودي بتبص له وبتقول له انا ممكن اقابلك في نيوجيرسي، لكن هو بيبقى مستغرب ومش فاهم. وساعتها بتفاجئه وبتقول له انت سوق عربيتك وانا هسبح لحد ما اوصل نيوجيرسي. وبتقول له كمان لو نجحت يبقى هتمول كل المصاريف علشان اعدي بحر المانش. وساعتها بيبص لها وبيقول لها انت فاكره نفسك تقدري تاخدي وقت قد ايه علشان تعدي؟ وهي بترد عليه وبتقول له 4 ساعات، بس هو برضه كان غلس وتحداها اكتر وبيقول لها هم 3 بس، وهي بتوافق. وفعلا ترودي ما بتكدبش خبر وبتنزل تعوم في البحر علشان توصل في الميعاد. وفي الناحيه
الناحية التانية بنشوف سوليفان وهو كل شوية يبص في ساعته لحد ما الوقت ينتهي، وبيروح على طول علشان يتكلم مع مدربتها. بس ساعتها بيتفاجئ بترودي قدامه وهي لسه بتنشف نفسها، وابي ساعتها بتقوله انها وصلت في ساعتين و56 دقيقة بالظبط، والمساعدين بتوعك واقفين وشاهدين على كده. وهو ساعتها بيبقى مصدوم، بس الاتفاق اتفاق. لما ترودي بترجع على البيت بتقابل امها اللي بتبقى متضايقة انها داخلة في وقت متأخر، وترودي بتقول لها انها عامت من نيويورك لنيو جيرسي في 3 ساعات علشان تقنع سوليفان انه يمول سباحتها في بحر المانش. لكن في الوقت ده امها بتبص لها وبتقول لها انها خايفة عليها، وفي الاخر ترودي بتطمنها. بعد كده بنشوف ترودي بتقابل سوليفان في مكتبه، واللي بيقول لها ان وولف هيكون مدربك، ولو مش عاجبك يبقى مش هنرعاك. وفي الاخر بتضطر توافق. بعد كده بنشوفها وهي بتسافر على فرنسا وبتقابل مجموعة سباحين تانيين، واللي كانوا بيحتفلوا بذكرى صاحبهم فيتالي واللي مات في وسط البحر. وترودي بتحاول تقلدهم علشان تبقى عاملة انها منهم ومش غريبة عليهم. وبنشوفها وهي بتتكلم مع بينجي واللي بتعرف منه انه جرب 12 مرة وما قدرش يعدي المانش، وكل مرة كان بسبب. بعد كده بنشوف وولف مدربها اللي ما بيرضاش يديها اكل كفاية بحجة انها لازم تحافظ على رشاقتها، بس بينجي بيقدر يديها تاكل من ورا وولف. وبعدين كلهم بيغنوا اغنية علشان وولف يتضايق ويمشي، وترودي ساعتها بتاكل براحتها. بعد كده بنشوف بينجي وهو بيجهز نفسه علشان هيعوم في البحر، واللي بيبقى باين عليه التوتر شويتين. فترودي ساعتها بتشجعه وبتقوله انت هتقدر تعمل تاريخ جديد. لكن للاسف بيعدي الوقت وبنشوف بينجي مغمي عليه وهو في المركب، واصحابه بيقولوا انه متجمد وكان هيغرق وكويس قوي اننا لحقناه. وترودي ساعتها بتبقى خايفة عليه، وبينجي بيفوق ويقول لها انه ما كانش وقته، وبيقول لها كمان انك لازم تنجحي علشاني. بعد كده بنشوف ترودي وهي بتجهز علشان تعبر المانش وسط صحفيين كتير حواليها، واهلها مشغلين الراديو علشان يتابعوا اخبارها. وترودي بتبتدي العوم بسرعة بنفس طريقتها في العوم في المسابقات، وبنسمع وولف وهو بيحاول يقول لها انها تبطأ شوية، لكن هي ما كانتش بتسمع كلامه، ودي حاجة لفتت انتباه الصحفيين اللي بيتابعوها. ومرة كمان بنشوف وولف وهو بيقول لها لازم تاكلي، وبيحاول يديها تفاحة، بس وهو بيحاول يديها لها كان عايز يلمس ايديها، وهو اكيد عامل كده علشان عايز يخسرها، علشان القوانين بتقول انه ممنوع على السباح انه يلمس اي حد بمجرد نزوله البحر. والصحفيين اللي بيتابعوا فعلا بيقولوا انه كان هيلمسها، وترودي ما بتاخدش بالها وبتكمل عوم عادي. بس وولف في الوقت ده كان متضايق وبيفكر في فكرة تانية، وساعتها بنشوفه بينادي عليها علشان تشرب شاي، واللي بنعرف بعد كده انه كان حاطط لها حبوب منومة فيه. وترودي فعلا بتاخد منه الازازة وتشربها، وبعد شوية بتبقى مش قادرة انها تعوم وبتدوخ. دي حاجة ضايقت الصحفيين جدا اللي شايفين انهم ضيعوا وقتهم. وولف ينط في البحر علشان يخرج ترودي من المية، والصحف تقول ان هو كده انقذها. واهلها في الوقت ده بيسمعوا في الراديو انها ما قدرتش تكمل، ودي حاجة زعلت امها جدا ومدربتها اللي كان عندهم امل كبير فيها. وكده وولف وسوليفان عملوا اللي في دماغهم علشان ما كانوش حابين ان النساء تتنافس في الرياضة زي الرجالة. وبعد ما عدى اسبوعين على وجود ترودي في المستشفى بتتكلم مع الممرضة انها عايزة تمشي. ساعتها بتتفاجئ ان ابوها واختها ميج داخلين عليها، وترودي بتبقى طايرة من الفرح. بس في الوقت ده بيرجس بيدخل عليهم وبينبه ترودي انها حصل لها حاجة غلط اثرت عليها. ولما بيتكلم معاها اكتر ترودي بتفهم ان وولف حط لها منوم في الشاي. وميك ساعتها بتقول ان احنا لازم نعرف الصحافة باللي حصل. بس بيركس كان ليه رأي تاني، وبيقول لها ان محدش هيصدقها غير لو قدرت تعدي الماتش، وانه كمان مستعد انه يساعدها تعديه. وابوها بيبقى مش عارف يقول ايه ساعتها. ترودي ساعتها بتفكر شوية وبتقول لهم ما دام انا في فرنسا يبقى مفيش مانع اني اروح اشوف انجلترا. بعد كده بنشوف سوليفان وهو بياخد ترودي على السفينة اللي راجعة لنيويورك، لكن هي خططت لهروبها من السفينة علشان تفضل في فرنسا، وده طبعا بمساعدة أبوها وأختها وبيركس، واللي بيقول لها على شوية حاجات مهمة لازم تعملها وهي بتعوم. وساعتها بتبصله وبتقوله اوعدني إنه مهما حصل محدش هيسحبني من البحر، وهو بيقول لها ما ينفعش أوعدك بحاجة زي كده، بس هي كان ردها يا إما أوصل إنجلترا يا أموت وأنا بحاول. وفي الآخر بيوعدها بكده. وفي الناحية التانية ميك بتظبط لبس سباحة مختلف لترودي علشان يساعدها أكتر على إنها تعوم بدون مشاكل. وفي الآخر سوليفان بيعرف إن ترودي هربت من السفينة، وده بعد ما بيدخلوا أوضتها ومش بيلاقوها. وبنشوف ميج وهي بتتكلم مع ترودي وهي تستعد تنزل البحر تاني، وكل الصحفيين بيعرفوا إنها هتجرب تاني وبيجروا وراها وبيصوروها. وترودي فعلا بتبتدي العوم بحماس، وأمها في الوقت ده بتسمع في الراديو إنها لسه في فرنسا، وإنها كمان بتعوم بحر المانش. والصحفيين بيأجروا مركب وبيمشوا ورا ترودي وبيبقوا عايزين يقربوا منها علشان يصوروها، بس بيرجيس بيضرب عليهم طلقة بالمسدس وبيقول لهم محدش يقرب منها طول ما هي في البحر. وفي الوقت ده فعلا كلهم بيخافوا وبيبعدوا. وبنشوف الناحية التانية أمها بتروح على مبنى الإذاعة علشان تسمع أخبار ترودي أول بأول. وترودي فعلا بتكمل عوم وبتعرف إنها داخلة على منطقة كبيرة مليانة بأناديل البحر. ولما أبوها بيسأل برجيس إيه العمل بيقول له إن مفيش حاجة تتعمل، وإنها لازم تكمل عوم وسطيهم، وده الحل الوحيد علشان تعدي. ترودي فعلا بتعوم وسط الأناديل، وكل الناس حواليها بتسمع صريخها وهي بتعوم، وده طبعا بسبب لسعات أناديل البحر ليها. وترودي تفضل تعوم وتعوم لحد ما بتخرج من منطقتهم، بس للأسف جسمها كله كان جروح كتيرة.
وفي الوقت ده اختها بتصلح ليها نضارة البحر علشان كان داخلها ميه، وبتحدفها لها تاني وبتقول لها وهي بتهزر كفايه كسل بقى وكملي عوم لانجلترا. بتكمل عوم تاني بكل حماسه، وامها بتبقى قاعده على اعصابها مستنيه اي خبر عن بنتها، وكل الاخبار العالميه بقت تتكلم وتتابع ترودي وهي في البحر. بس لسوء الحظ التيار بيبقى عالي على ترودي واللي بتبقى مش عارفه تعوم زي الاول. وفي الوقت ده بنشوف اختها ميج وهي بتنط معاها في البحر وبتقول لها يلا نتسابق، وده طبعا علشان تحمسها انها ترجع تعوم تاني اسرع من الاول. لكن بعد فتره صغيره ميج ما قدرتش تستحمل وقالت لها مش هقدر اكمل سباحه معاكي، وبتخرج من البحر. وساعتها بتقول لابوها انا مش عارفه هي قادره تفضل في الميه كل ده ازاي، انا فقدت احساسي برجلي وايدي بسبب ان الميه ساقعه جدا. بعد كده بنعرف ان فاضل 10 كيلو بس للوصول لانجلترا، بس اخر 10 كيلو دول هم الاصعب وفي سباحين كتير غرقوا فيها. وبنشوف ترودي بتعوم لحد ما بنعرف انها كده داخله على الميه العميقه، وكده السفينه اللي معاها مش هتقدر تتابعها. في الوقت ده ابوها بيزعق في برجيس وبيقول له خرج بنتي من الميه بسرعه، وهو بيقول له مش هخرجها علشان هي مش هترضى. وترودي في الوقت ده بتقرب من ابوها اللي بيقول لها خروجي كفايه كده وجعتي قلبي، علشان من غير السفينه هتوهي في الميه العميقه. بس هي بتبص له وبتقول له انا بحبكم وبتكمل عوم. وفي الوقت ده الاخبار العالميه كلها بتتكلم في الراديو انها دخلت على المياه العميقه، وده يعتبر في حد ذاته انجاز كبير جدا. بعد كده بنشوف ترودي وهي بتكمل عوم والدنيا حواليها بقت ضلمه لحد ما بتفقد تركيزها وبتبقى مش عارفه الطريق ومش شايفه حاجه. وبتيجي الاخبار للراديو لامها انهم فقدوا اثر ترودي فعلا في المياه العميقه، وترودي بتبقى لسه في البحر حاسه بالساعه واقفه مكانها مش عارفه تعمل ايه، وواضح كده انها قربت تستسلم. لكن المفاجاه بتحصل لما بنشوف الناس بتتجمع من كل مكان وبيبتدوا يولعوا نار علشان تبقى اشاره لترودي على مكان الشط. وبعد ما كانت خلاص مش قادره وفاقده الامل، بتاخد بالها من النار اللي ولعه وبتبتسم وبتكمل عوم باتجاه الشط. وبنشوف اختها وابوها مولعين نار وبيبصوا على الميه على امل انهم يشوفوها، لحد ما بيركيز بيلاحظها وهي بتعوم وبتقرب منهم. وميج وابوها وناس كتير بتقف على الشط تشجعها، وترودي بتعوم وبتعوم لحد ما بتلاقي نفسها انها خلاص وصلت والرمله بقت تحت رجليها. ولما بتخرج من البحر خالص اختها بتحضنها وبتقول لها وهي بتبتسم وبتدمع اهلا بيكي في انجلترا. وابوها هو كمان بيحضنها وهو فخور بيها، وده طبعا وسط تسقيف الناس اللي كانت كلها على اعصابها. واخيرا بيوصل الخبر للراديو والمذيع بيقول لامها بنتك في انجلترا. وساعتها مذيع الراديو بيقول ان كده اعظم رياضي في العالم دلوقتي تبقى ترودي. وبترجع ترودي على نيويورك وبتبقى نازله من السفينه والناس كلها متجمعه علشان تحتفل بيها كاول واحده تقدر تعدي الماتش. واول ما ترودي بتنزل بتحضن امها واخوها، وبيبقى احتفال شعبي في شوارع المدينه كلها. وبنشوف لقطات حقيقيه لترودي وهي بتعوم في الماتش واللي قدرت تعبره في 14 ساعه و31 دقيقه فقط، وبكده بتبقى كسرت الرقم القياسي العالمي بساعتين عن اي سباح تاني، وبسببها غيرت نظام الرياضه النسائيه في العالم. وما حصلش احتفال كبير وضخم كده في نيويورك لاي رياضي زي ما حصل مع ترودي، لكنها للاسف خسرت سماحها بعد كده. كرست الباقي من حياتها علشان تعلم الاطفال اللي مش بيسمعوا السباحه. وتوفت ترودي في 2003 وهي عندها 98 سنة. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.